قصتنا ديال اليوم الاخوان قصه ديال واحد السيده اللي كان الزوج ديالها يوميا كيضربها مسكين 24 ساعه على 24 ساعه كيضربها، فرحان كيضربها، معصب كيضربها. وهذا الشيء غادي نعرفوه بسبب الجيران اللي كانوا كيسمعوها كل نهار كتغوت كتخرج للبالكون كتبقى تعيط عباد الله عتقوا الروح، راه هذا الراجل راه غادي يقتلني. وكيهضروا معاه الناس وكيحاولوا يقولوا له راه هادشي اللي كدير راه ما يصلحش على الشيطان، ولكن غيجي واحد النهار اللي هذا الزوج هذا غادي يغبر، ما غيبقالوش الاثار الاخوان نهائيا. قبل ما نبداو القصه ديالنا ديال اليوم الاخوان بغيتكم الله يجازيكم بخير اللي كيتفرج في هذا الفيديو كامل يحط لنا واحد اللايك، والله العلي العظيم ما تعرفوا الفرحه اللي كنفرح الاخوان ملي كنشوف التفاعل ديالكم. واخا ديروا لنا غير قلوبه وتصيفطوهم لنا في التعاليق، راني كنشوف جميع التعاليق ديالكم. سمحوا لي لا طولت عليكم ويلا نبداو القصه ديالنا على بركه الله. واحد المراه كانت عايشه مع الزوج ديالها في واحد المنطقه شعبيه، وكان يوميا كيقتلها بالحصى مسكينه على اتفه الامور، غير يتناقش معها ينوض يضربها، فرحان ولا معصب ولا عنده مشاكل كيضربها كما كانت الدور. وحاولوا معاه الجيران وكانوا يوميا كيرغبوه باش يبعد من هاد المراه هادي ويخليها تعيش حياتها كايتها الناس، او لا ما كانش كيبغيها يطلقها. هو كان دائما كيرفض وكيقول لهم بعدوا مني هذه مراتي انا حر ندير فيها اللي بغيت، وكان كيسبق عليهم. حتى غادي يجي واحد النهار اللي غادي يغبر هاد السيد ما غيبقالوش الاثار نهائيا. هنايا الناس غادي يبداو يسولوا الزوجه ديالو، كما كنعرفوا العيالات كيتلاقاو بيناتهم وكيهضروا بزاف، كيسولوها وكيقولوا لها يوميا كنا كنشوفوا راجلك كيضربك، وهاد الايام ما بقيناش كنسمعوا الصداع ديالك وما بقيناش نشوفوا راجلك. المهم كانوا كيفرحوا ليها وكيقولوا لها الحمد لله اللي ربي هناك منه. حتى الاهل ديالو الوالدين ديالو وخوتو وعائلته كامله كانوا كيجيو عندها وكيسولوها عليه وكيقولوا لها فينا هو، وكيسولوها فينا هو وكيقولوا لها راه هذه مده ما شفناش وما جاش لعندنا. المهم هي كانت كتقول حاجه وحده، كانت كتقول راه هرب وخلاني، يعني سمح فيا. الاهل ديالو غادي يمشيو عند البوليس وغادي يقولوا لهم على ان الابن ديالنا غبر في واحد اللحظه اللي كنا كنشوفوه تقريبا يوميا، وكان ديما كيجي لعندنا للدار، ولكن هاد الايام هادي كاينه شي حاجه واقعه وحنا ما عارفاش لولدنا. المهم الاخوان بقات القضيه هكا وحتى شي واحد ما عرف فين مشى، وكانوا الناس كيمشيو عند داك السيده وكيقولوا لها الحمد لله ربي هناك منه، كنا يوميا كنسمعوا صداعك والصراحه كنتو كتصدعونا ومعصبيننا في هاد الحومه، ولكن دابا الحمد لله ارتاحينا. حتى غادي تدوز عام على الغياب ديالو الاخوان. هنايا واحد النهار الزوجه غادي تكون خارجه من الدار ديالها وغادي تشوف واحد السيده كتغوت من البالكون ديالها، وكان داك النهار راجلها كان كيضربها. ومع ديك السيده مدوزه داك الحاله هذيك وعارفه داك الالم اللي كتحس به داك الزوجه، بقات كتغوت عليه وكتقول له يا الحكار يا ضرب العيالات، انت كتحقري على العيالات، يا الفاعل يا الصانع، لانها ما بقاتش داك الزوجه اللي كانت ضعيفه، ولات قويه ومع دابا غير بوحديتها ما عندها راجل تخاف منه ما والو، ولات كتغوت وكتقدر توري الشخصيه ديالها. وغادي تطلع لعندهم حتى للدار وغادي تعتق داك المراه من راجلها وغادي تدابز هي وياه. المهم تدخلوا الجيران ديال ديك العماره وفارقوا بيناتهم. هنايا غادي تاخذ المراه معاها وغيمشيو للدار. ديك المراه اللي كانت كتضرب كانت كتقول ليها الحمد لله اللي ربي نجاك من راجلك، الحمد لله اللي ما بقاش كيضربك، وقالت لها الحمد لله اللي غبر عليك وما وليناش شفناه. هنا غادي تجاوبها وغتقول لها شوفي بغيتي تهناي من هذا العذاب اللي عايشه مع هذا الراجل هذا، انا عندي لك الحل، قولي لي غي واخا وانا نوريك شنو دير. ديك السيده على نيتها قالت لها عتقيني انا مزاوقه فيك، اعطيني شي حل اللي يفكني من هذا العذاب اللي عايشه معاه. قالت لها شوفي انا غادي نعاود ليك القصه كامل. قالت لها واش كتظني الراجل ديالي راه سمح فيا ومشى؟ قالت لها هادشي اللي كنعرفو كاملين، اجي تسمعي القصه ديالي مع راجلي شنو درت له. قالت لها اخر مره ضربني فيها كان واحد النهار فيه الشتاء والرعد وكان الصداع، وكما كتعرفي انا حياتي كامله وصابره معاه على هاد الضرب هذا، حتى لهاد النهار اللي وليت كنتشاد معاه باليد وبديت انا وياه كندابزو 10 ديال الضربات فيا وضربها فيه. المهم حتى غادي نهرب له للكوزينه وغنهز واحد الموس وغادي نجي وغادي نغدرو وغادي نبقى نطعن فيه حتى غادي نقتلو. ديك السيده بقات هي كتشوف فيها ومصدومه وحله فمها. قالت لها ايوا شنو درتي؟ قالت لها قبضته ودخلته للصالون وحطيته فوق واحد الزربيه باش تشرب داك الدم هذاك وما يبقاش الاثار في الدار، وبقيت كنقطع فيه طريفات 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 صغار، وجبت واحد الماكينه باش كيقطعوا الشجر وهي باش قطعت العظام ديالو وقطعته طريفات اللي كانوا دي ترونش صغيورين الاخوان. وقالت ليها من بعد وليت كل 3 ديال السيمانات كنقبط 2 ديال الطريفات 3 وكنلوحهم في واحد البانيو وكنخوي عليهم الماء ديال لاسيد، ومع داك لاسيد كيحرق اللحم والعظم
كيولي كل شي ما كتبقى حتى شي حاجه ليها الاثار. قالت لها وكنت كندير هذا الشيء هذا كل 3 ديال السيمانات باش الناس ما تشمش هذيك الريحه ديال لاصيد وطلع داك الريحه الكريهه ويعيقوا بيا، او لا يبلغوا البوليس ويجيو ويحصلوني. المهم حتى كملتو كامل. المهم قالت ليها حتى كملتو كامل. قالت ليها وفين مشى؟ قالت لها مشى في القوادس. كنت كنشد البانيو ملي كيولي اللحم والعظم وكنخويهم في القوادس، وحتى هذيك الزربيه شديتها وقطعتها ودرت لها نفس القضيه اللي درت له هو، حتى هي دوبتها. وقالت ليها حتى انتيا غادي تسناي شي نهار اللي يكون فيه الصداع والضجيج وغادي تقتلي الراجل ديالك بلا ما يعيق بيك حتى شي واحد وحتى واحد ما يسمع له الحس. وزادت وقالت لها الا بغيتيني انا نعاون، لانها هي ولا بحال عندها واحد الفوبيا من الرجال، ولات اي حاجه كتادي الرجال كتبغيها وكتحبها ودير اي حاجه باش ديرها. المهم ديك السيده بقات غمصدومه فيها. قالت ليها انا قلت لك هاد السر هذا والخطه كيفاش قتلت راجلي وياك تعاوديها لشي واحد. قالت لها لا كوني هانيه، حتى انا سري من سرك، حتى انا غادي نقتل راجلي بنفس الخطه اللي عاودتي لي وعندك تقوليها لشي واحد، خلي هاد السر هذا بيناتنا. المهم اتفقوا على هاد الشيء وناضت ديك السيده خرجت وهي مخلوعه مشات نيشه لدارها وغادي تسنى راجلها حتى يدخل وغادي تعاود له القصه كامله اللي عاودت ليها الصاحبه ديالها. وكانت قالت ليها واخا هاد الخطه هادي راني حتى انا غنديرها باش نقتل راجلي غير باش تهرب وتخرج من الدار لا تمشي تقتلها حتى هي، لانها ولات عارفه السر ديالها وفين غبر داك الراجل اللي كان كيضرب الزوجه ديالو يوميا في ديك الحومه. المهم عاودت لراجلها كلشي. راجلها قال لها منين كاينه القضيه ديال القتل خاصنا ضروري نعلموا البوليس. وهذا الزوج هذا ما كانش كيتعدى على مرته الاخوان يوميا. هذا الراجل الاخوان كان كيبغي مراته وما كانش يوميا كيضربها. يعني داك النهار اللي شافته داك السيده كيضرب داك المراه في البالكون وقع شي سوء تفاهم بيناتهم وهز يديه على مرته وبدا كيغوت عليها، ولكن هما على كل حال كيتباغاو بعضياتهم. المهم غادي يمشيو عند البوليس وغادي يعاودوا ليهم القصه كامله ديال هاد المراه. المهم الاخوان البوليس غادي يجيو وغادي ياخذوها باش يحقوا معاها وغادي يمشيو لذاك البانيويات اللي عندها في الدار. وكما كنعرفوا الطب الشرعي ولا متقدم بزاف وغادي يلقاو مازال الاثار ديال الدم ديال داك الراجل في وسط داك البانيو. وناهيكم غادي يلقاو بزاف ديال الاثار في وسط الدار على ان ديك السيده فعلا قتلت الراجل ديالها، وداكشي اللي عاودوا ليهم داك الزوج والزوجه فعلا كاين وبصح. وحتى هي ما كانش راسها قاصح بزاف وغادي تعترف للبوليس بكل صراحه وغادي تعاود ليهم العذاب والعقاب اللي كانت كتعيشوا معاه. كانت عايشه في الجحيم وهذا الشيء هو السبب اللي خلاها تقتله وتهنى منه. ولا عندها واحد المرض نفساني من الرجال، ولات عندها الفوبيا الاخوان. اي حاجه كتضر الراجل هي كتحماق عليها وتقدر تعطي دم قلبها باش ديرها. المهم الاخوان غادي يحيلوها للمحكمه والمحكمه غادي تحكم عليها بالمؤبد، ولكن من بعد 3 سنين في السجن غادي يديروا استئناف وغادي يطلب المحامي ديالها على انهم يخرجوها لمصحه نفسانيه باش تعالج مسكينه وبطبيعه الحال تحت المراقبه ديال الشرطه. المحكمه غادي تقبل وغادي تدخل باش تعالج، ولحد الان حتى لهذا النهار مازال في وسط المصحه كتعالج. بغيت نوصل واحد الميساج للرجال، الله يهدينا ويهديكم كاملين على عيالاتنا وعلى النساء ديالنا. مراتك واخا تكون ما كتبغيهاش رحمها اخويا، الله يجازيك بخير. وكذلك حتى العيالات بغيت نوصل لهم هذا الميساج، ما تفهمتوش راه كاين واحد الحل اللي هو ابغض الحلال عند الله وهو الطلاق. وحاولوا على انكم تخرجوا باقل الخسائر الاخوان. وكنتمنى الناس كاملين اللي شافوا هذا الفيديو يفهموا المعنى وياخذوه كعبره الاخوان. وهنا كتكون تسالات القصه ديالنا. كنشكركم بزاف الا وصلتوا لاخر الفيديو. اللي ما دارناش واحد اللايك في اول فيديو ديروا لنا دابا. كان معكم خوكم الايوبي، ما بقى لي نقول لكم في امان الله ومع السلامه.